ونشوف مع بعض، وعايزك تركز على قدم لعيب الترجي. بص القدم اللي انا معلم عليها ديت، هنا اللاعب بالوضع دوت قبل ما يحصل اي التحام ما رفعش القدم من على الارض. طيب هل هنا بقى في التحام ولا لا؟ لعيب النادي الاهلي وهو داخل ده، دي تكمله اللعبه بتاعته، يعني هو حاول يقطع الكره ما قطعهاش، ودي التكمله بتاعت الزحلقه. لكن بص على القدم اللي انا معلم عليها دي، هتلاقي هنا لعيب الترجي ما رفعش القدم. بص كده من الزاويه الخلفيه مفيش اي التحام، اللاعب بقى راح بقدمه في اتجاه لعيب النادي الاهلي زي ما احنا ما شايفين مع بعض. طبعا يعني لعبه زي ديت الحكم يعني بلعها، لكن في وجود الفار لازم الفار يجيب الحكم ويوري له ويشرح له اللعبه من بدايتها. يعني من بدايه اللعبه اللاعب واخد القرار ان هو يقع، او واخد القرار ان هو يعمل اتهام بالقدم الثابته بتاعته اللي هو ما رفعهاش من على الارض لحد ما وصل للعيب النادي الاهلي. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا خطا على لاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب الترجي، هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب الترجي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم مع قدم لعيب النادي الاهلي، وهنا برضه الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم هنا قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا لعيب الاهلي كان بيطلب ضربه جزاء. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي الكره جايه في قدم لعيب الترجي وبعد كده راحت على اليد. وطبعا كلنا بقينا عارفين خلاص القانون هنا بيقول لك طالما الكره جايه في القدم او في اي جزء في جسم المدافع وراحت لليد ما بتتحسبش مخالفه، وطبعا هنا ما فيش ضربه جزاء وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا للاعب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام مع لعيب الترجي، هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب الترجي. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي اللاعب دايس بقدمه على قدم لعيب النادي الاهلي، هنا الحكم حسب المخالفه. معنى كده ان هو شاف الالتحام اللي احنا جايبينه دوت. لعبه زي دي الطبيعي انه يبقى معاه انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. طبعا هنا قرار الحكم قرار خطا ان هو ما يديش لعيب الترجي انذار. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب الترجي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم مع قدم لعيب النادي الاهلي، برضه هنا لعبه فيها تدخل بقوه، كان لازم اللاعب ياخد انذار في اللعبه ديت، لكن برضه هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحاله اللي بعديها، والحاله دي مهمه جدا. هنا برضه في تدخل بقوه باللاعب الترجي على قدم لعيب النادي الاهلي، هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار. لعبه زي دي لازم الفار يتدخل فيها، لان هنا التهور موجود من لعيب الترجي زي ما احنا شايفين مع بعض. لعبه زي دي بالتدخل دوت اللاعب ما لعبش على الكوره، لعب على قدم لعيب النادي الاهلي، كان لازم الفار يتدخل في اللعبه دي، لان هنا طبعا لو الفار يتدخل كان ممكن يبقى فيه حاله طرد على لعيب الترجي. نروح للحاله اللي بعديها، هنا خطا على لاعب الترجي. هنشوف مع بعض برضه هتلاقي فيه تدخل بقوه من لاعب الترجي على لعيب النادي الاهلي، هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها، والحاله دي مهمه جدا وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت على فريق النادي الاهلي. ونشوف مع بعض، وعايزك تركز على قدم لعيب الترجي. بص القدم اللي انا معلم عليها ديت، هنا اللاعب بالوضع دوت قبل ما يحصل اي التحام ما رفعش القدم من على الارض. طيب هل هنا بقى في التحام ولا لا؟ لعيب النادي الاهلي وهو داخل ده، دي تكمله اللعبه بتاعته، يعني هو حاول يقطع الكره ما قطعهاش، ودي التكمله بتاعت الزحلقه. لكن بص على القدم اللي انا معلم عليها دي، هتلاقي هنا لعيب الترجي ما رفعش القدم. بص كده من الزاويه الخلفيه مفيش اي التحام، اللاعب بقى راح بقدمه في اتجاه لعيب النادي الاهلي زي ما احنا ما شايفين مع بعض. طبعا يعني لعبه زي ديت الحكم يعني بلعها، لكن في وجود الفار لازم الفار يجيب الحكم ويوري له ويشرح له اللعبه من بدايتها. يعني من بدايه اللعبه اللاعب واخد القرار ان هو يقع، او واخد القرار ان هو يعمل اتهام بالقدم الثابته بتاعته اللي هو ما رفعهاش من على الارض لحد ما وصل للعيب النادي الاهلي. ضربه الجزاء ديت لو كان الفار اتدخل فيها ما كانتش ممكن تتحسب. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه النادي الاهلي وفريق الترجي. شكرا.